بما ان است الكابتن بقى عجبكم فانا حبيت اطلع لكم مره تانية. مساء الخير. صباحين وحدت على احلى عم في الدنيا. انت هتسالني جابك دلوقتي؟ كابتن بهاء، انت هتفضل تهري كتير في الكوره المصريه؟ ما انت قلت اللي اتقال قبل كده. والله بص، بحس ان الحلقات دي بتخلي الناس مرتاحه نفسيا عشان بتفش غلها، لكن برضو احنا جايين المره دي بكلام جديد عن المناخ كله بتاع المنتخب المحلي ومشكله الباشمهندس احمد دياب والكابتن حلمي طولان، وازاي ده هيأثر على المنتخب الاول. اولا يعني ايه منتخب محلي او منتخب تاني؟ وليه كل الدول عاملاه وليه مهم؟ بص، المنتخب التاني ده منتخب وسطي بين المنتخب الاول ومنتخب الشباب، وبيتعمل عشان 4 اسباب محدده. اولا تجربه لعيبه جديده قبل ما يتحرقوا في الرسميات، مثال على ده المانيا. قبل كاس العالم 2006 المانيا عملوا منتخب المانيا بي عشان يجربوا اللعيبه ويخشوا بيها بطولات صغيره ويشوفوا مين يستحق من اللعيبه دي يطلع فوق، وده المفروض احنا نعمله قبل افريقيا. ثانيا تجيب لعيبه صغيره عشان تجربهم وتدخل بيهم في جو المنتخب، يعني انت عندك جيل كامل اتدمر من كابتن اسامه نبيه، المفروض تاخد لك 3 4 لعيبه منهم زي مثلا سليم طلب او عمر خضر او كباكا عشان يجربوا ويلتحموا في الماتشات الدوليه بتاعت الكبار، يمكن يتالق منهم واحد معاك يروح منتخب مصر الاول. ثالثا تجرب اللعيبه المحليه اللي ما خدهاش حسام حسن، اللي هم بيلعبوا في الدوري، وده ليه؟ لان الدوري غير الدولي. دي جمله معروفه في الاستوديوهات التحليليه من ايام سهرات مودرن سبورت. يعني ايه معناها يا كابتن بهاء؟ اجيب اللاعب المحلي اللي متعود يلعب انبي وفاركو واقول له تعالى جرب السرعات الجديده وشوف لعب الاردن وغيره وشكل اللعب عامل ازاي، من الاخر يختبر مستواه الحقيقي، لان تلاقي لاعب مكسر الدنيا في الدوري اول ما تاخده المنتخب تلاقيه ما بيعرفش يلعب، عندك من ده كتير. رابعا ودي حاجه مهمه وركز معايا، دلوقتي حسام حسن داخل على افريقيا، وطبيعي مع التحام البطوله وضغط الماتشات والسفر اكيد هيحصل اصابات، وشفنا من ده كتير قبل كده، فيكون المنتخب التاني ده جاهز عشان خاطر المدرب ما يتوهش وهو بيدور، يبص كده على المنتخب التاني يلاقي البدائل جاهزه. يعني عندك مروان حمدي كان بيلعب حلو مثلا، ممكن حسام حسن لما يتزنق ياخده. انما لو جينا نبص على المنتخب التاني نلاقي حسونه وعمرو السوليه والنني، هتاخد مين من دول؟ ده عفى عليهم الزمن. ونقطه اخيره، في دول زي اسبانيا بتستخدم المنتخب التاني ده عشان تجرب طرق لعب عليه. احنا لو لعبنا تيكي تاكا هنبقى عاملين ازاي؟ طب لو لعبنا مرتده برضه هنبقى عاملين ازاي؟ من الاخر بيكون معمل تجارب. طب كل اللي انا قلته ده هل اتحاد الكوره وكابتن حلمي طولان عملوا بيه؟ الحقيقه ده ما حصلش. ده منتخب تحسه معمول عشان يكيد في حسام حسن، تحس انك بتشوف مسلسل كده الحموات بتاع فيفي عبده واسماعيل الخشاب. حلمي طولان يكيد في حسام حسن ويقول له انت يا حسام يا حسن ما خدتش السوليه وقفشه، والله لا خدهم وهوريك لانك مدرب فاشل وما تستحقش تدرب مصر. تحسها خناق الجيران. وده ياخدنا للفقره الثانيه، حلمي طولان اتعين ازاي وتعين ليه اصلا؟ في حاجه في اتحاد الكوره اسمها اللجنه الفنيه. اللجنه دي مكونه من خيره شباب هذه البلد، كابتن محسن صالح 76 سنه، كابتن علي ابو جريشه 77 سنه، كابتن حلمي طولان 76 سنه، كابتن علاء نبيل 63 سنه، ربنا يديهم الصحه وطولة العمر، واصغرهم الكابتن الناشئ الصقر احمد حسن 50 سنه، وده هنجيله لسه قدام. طيب السؤال هنا، انت ليه بتعين لعيبه كوره في مناصب اداريه؟ ايه المانع من اننا نجرب ناس دارسه اداره رياضيه واداره منظومات او تخطيط عادي؟ دي مناصب اداريه بحته، مش مطلوب منك تباصي وتشوط، والله مطلوب فكر وتخطيط. ثانيا ليه معدل الاعمار الشابه دي؟ تحس ان المبدا جوه اللجنه دي احنا ما فيش عيل صغير يمشي علينا كلامه، مش هنجيب شباب صغيره. في نفس الوقت فوزي لقجع لما تعين رئيس الاتحاد المغربي كان سنه 42 سنه، ده غير طبعا السي في بتاعه اللي مليان. ارجع لحلقه المغرب. انا بحكي ليه عن اللجنه الفنيه؟ لان اللجنه الفنيه دي هي اللي اختارت كابتن حلمي طولان اللي هو اصلا عضو معاهم، وكابتن حلمي طلع في لقاء مع ابراهيم فايق وحكى هم ازاي اختاروه. قال لك والله كنا قاعدين قاعده حلوه كده مع بعض، قلنا نجيب مين مدرب للمنتخب الثاني، واحد قال ايه رايكم في حسام البدري، فكابتن هنا ابو ريده قال لهم لا مش مستاهله نجيب مدربين كبار وبتاع، دي بطوله كلها كام يوم وهتخلص، ما تمسك انت يا كابتن حلمي طولان. وكابتن حلمي وافق وخلاص، اللجنه خططت للمستقبل من قعده لطيفه. عظيمه يا كابتن مساعد، والله العظيم انا جيت بالصدفه والصدفه البحته. احنا كان عندنا اجتماع لجنه فنيه وكنا مكلفين باختيار مدير فني للمنتخب ده، وفعلا تم اختيار 2، كابتن طلعت يوسف وكابتن حسام البدري. فدخل المهندس هنا ابو ريده، هو بيحضر اجتماعاتنا باستمرار يعني. عملت يا رجاله؟ قلنا له احنا عملنا كذا ووقع الاختيار على ال2 دول. فقال لي يا جماعه يعني انتوا مش شايفين ان ده مش حاجه مش مظبوطه؟ ان انا اجيب 2 كبار زي دول، واحد منهم اشغله 2 3 وبعدين يمشي؟ مش منطق ابدا ان احنا ما نجيبش الناس ديت الكبار دي عشان نهينهم يعني. وليه انت ما تقومش انت بالمهمه دي؟ وهو من باب التوفير لسه هنجيب مدير فني نديله مرتب؟ يا راجل انت تاخد مرتبك كعضو في اللجنه الفنيه وخد احمد حسن معاك بالمره في الجهاز الفني. طب احنا محتاجين اكتر من كده؟ لا تمام. لو خدنا جوله جوه دماغ الناس دي هم بيفكروا ازاي، يقول لك لو كسبنا وده مش هيحصل مفيش مشكله، لو خسرنا عادي. يبقى يرجع كابتن حلمي اللجنه الفنيه ويرجع الاستوديو ويقعد القعده الجميله في قهوه فايق، يطلب الشاي والجرجير ويدي نصايح لتطوير الكوره،
ولا اكنه يوهان كرويف الشربيه. ودي مشاكلي مع كابتن حلمي طولان اللي كل تصريحاته في الاعلام يقطع في حسام حسن ويقول لك انا شايف ان حسام حسن لا يصلح لتدريب منتخب مصر وانه ما بيعرفش يتدرب ولا يتكلم. طب ده مناخ مناسب للنجاح او الشغل حتى؟ ولو حسام حسن صعبان عليك بسبب التصريحات دي وحاسس انه بيتقطع فما يصعبش عليك غالي. حلمي طولان بيتبع نفس مدرسه حسام حسن اللي هو اطلع اقطع في المدير الفني لمنتخب مصر لحد ما درب انا، لان كابتن حسام حسن كان مؤسس نادي منتقدي كارلوس كيروش وكان بيطلع في نفس البرامج ينتقد كيروش في الرايحه والجايه واتهموا انه فشل يدير ماتش السودان وانه بيجامل صلاح رغم ان كيروش كسب ماتش السودان ده. واخر ما زهق من كتر ما بينتقده قال لك طب ليه انا ما دربش منتخب مصر؟ ليه اتحاد الكوره بيتجاهلني؟ ليه بيعملوا سين وما بيردوش؟ اتنين، حسام حسن يمسك منتخب مصر مش عشان حسام حسن اخويا يعني. ده تعب واشتغل ونتائجه وشغله. اولا محدش عارف الحاجه اما الناس برضو مش واخده بالها. محدش عارف الحاجه اما الناس برضو مش واخده بالها. يا بيه طلع لسانك واخبطه كده جايز في حاجه. طب اتفضل يا كابتن حسام ورينا عضلاتك. السؤال الاحلى بقى ايه مسيره كابتن حلمي طولان كمدرب؟ طبعا مش معاه شهاده ولا رخص تدريبيه والشهاده اللي معاه هي تربيه رياضيه حلوان وراجل بدايته كانت في الامارات بعدين راح الخليج السعودي وما حققش اي حاجه وبعدين رجع الزمالك كمساعد في سنه 2000 مع المدرب الالماني اوتو فيستر وحقق وقتها الدوري وكاس افريقيا ابطال الكؤوس بس كمساعد. بعدين مسك حرس الحدود كمدير فني من سنه 2000 ل 2006 بدون ما يحقق اي حاجه رغم ان طارق العشري مسك نفس الفرقه وخد بيهم كاس وسوبر وبدا يلف لفه المدربين المعروفه في مصر دي بتاعه اتوبيس 304 اللي كله بيلفها. بعدين رجع الزمالك تاني خد كاس مصر وخسر من الاهلي في ماتش 4-2 الشهير بتاع كعب وليد سليمان. فالحقيقه كابتن حلمي طولان ما كانش مدرب كويس نهائي لدرجه ان عفيفي كشفه من سنه 2013. ايه اللي يخلي نادي بينافس على البطولات يتعاقد مع مدرب زي حلمي طولان؟ حلمي طولان بيعمل في مهنه التدريب من 15 سنه تقريبا، ما اخدش فيهم بطوله، ما نافسش فيهم على بطوله، ما غيرش في شكل او ترتيب اي فريق دربه. حلمي طولان من اسباب عدم اقتناعه باللاعبين الغنيين المعروضين على الزمالك انه ما بيحبش اللاعبين الغنيين. ليه؟ عشان إيريك بيكوي هرب منه في بتروجيت قبل كده. وده يبين لك مستوى تفكير اللجنه الفنيه. بعدين كابتن حلمي خد نفس اللفه الجميله على كل الانديه ثم ما دربش تاني من سنه 2023. بالتالي مسيره كابتن حلمي طولان ما فيهاش غير كاس مصر بس. انا ما عنديش مشكله مع سن كابتن حلمي طولان اللي كله بيتريق عليه، انا عندي مشكله انه بيدرب من قبل سنه 2000 ولحد دلوقتي ما فكرش يقدم على اي رخصه تدريبيه. طب على اي اساس يا كابتن هنا بريده انت بتجيب كابتن حلمي طولان؟ وده ياخدنا للنقطه الثالثه وهي الاختيارات اللي كلها بالحب والكنتالوب والتشكيله اللي كلها مسنين وعواجيز. طبعا كابتن حلمي طولان مش طايق حسام حسن فعايز ياخد اللعيبه اللي ما خدهاش كابتن حسام عشان يقول له بص انا نجحت وانت لا، زي ما قلت لك شغل فيفا عبده واسماعيل خشاب. فبيحصل ان في ناس بتتظلم بسبب المصالح الشخصيه. طب يا كابتن حلمي بدل ما تكيد حسام حسن كيد مثلا اسامه نبيل وروح هات الشباب اللي ضيعها بتاعه 2005 زي مثلا سليم طلب وكباكا وعمر خضر، او هات لعيبه الاتحاد السكندري اللي خدوا الدوري وكابتن اسامه نبيه ما خدش غير 2 منهم بس، وده انا شرحته بالتفصيل في فيديو منتخب مصر لابناء العاملين يا ريت ترجع له. طب بلاش، روح هات مزدوج الجنسيه، ابعت هات هيثم حسن وحل مشكلته، او كاميرون اسماعيل وكريم احمد، هات مثلا حمزه عبد الكريم نجربه، اتعب شويه وروح دور ايه المشكله، يمكن انت تكتشف موهبه تفيد المنتخب في افريقيا. ده لو انت فعلا مصلحتك على البلد وعايز تعمر. طب ليه ما فكرتش في ناصر ماهر او علي فوزي او احمد عبد القادر؟ لكن على راي كابتن مهيب قاعد في البيت. اين طاهر محمد طاهر؟ قاعد في البيت. اين ناصر ماهر؟ قاعد في البيت. كابتن حلمي طولان واخد مين بقى؟ رجب نبيل والسوليه ومصطفى شلبي وميدو جابر والنني وحسام حسن، لعيبه كسره ال 30 سنه وماشيه بعكازات، خيره شباب هذه البلد برضه. واللي اصغر منهم مين؟ قفشه ومحمد شريف. ليه بتاخد محمد شريف؟ اجمل عيون في الكون انا شفتها، الله عليك الله على سحرها. يعني كيروش ركنه دكه من 2022 وكولر قال لك لا مش عايزه ما يرجعش، وهو رجع الاهلي بفعل الماسونيه عشان قال لهم انا رايح الزمالك، فاداره الاهلي قالت له لا زمالك ايه تعالى عندنا. طب اياد العسقلاني اللي محترف بره قاعد في البيت، وده راجل حكى مع سيف زاهر انه كان المفروض يروح المنتخب بس الفاكس راح النادي قبل البطوله باسبوع، والنادي قال لك ده مش شغل احترافي المفروض تبعته من بدري ومش هنديكم اللاعب يلا اتكلوا على الله. وده ياخدنا لجزء اهم، ليه كابتن حلمي ما دورش على لعيبه مواليد 2000 او 2002 او 2003؟ تعرفوا ان المواليد دي مختفيه من مصر بالكامل ومفيش غير ابراهيم عادل وكريم الدبيس، وده كلام قاله كابتن عبد الرحمن مجدي. جماعه المنتخب الاول بتاعنا النهارده ما فيهوش لعيب واحد مواليد 2005 اللي هم 20 سنه، انا بكلمك في لعيب عنده 20 سنه على فكره، ما فيهوش لعيب واحد 2004، ما فيهوش لعيب واحد 2003. طب عايز حاجه اقول لك بقى مفاجاه، ما فيهوش لعيب واحد 2002 اللي عنده 23 سنه، ما عندناش ولا لعيب في المنتخب الاول عنده 23 سنه، كله اعلى. ال 2001 عندنا حسام عبد المجيد واحمد عيد وابراهيم عادل فقط لا غير. 2000 ما عندناش حد خالص، انا حافظ التواريخ، تواريخ الميلاد انا حافظ، فانا بكلمك وانا عارف انا بقول لك ايه. فالنهارده كل لعيبه المنتخب مصر فوق ال 25 سنه ما عدا 3 لعيبه 23 سنه. ولو شايف ان ده عك تعال احكي لك قصه بيراميدز. نادي بيراميدز رفض يبعت لعيبته للمنتخب، ليه؟ هل عشان هم مش مصريين؟ لا، بسبب ان
ان رابطه الانديه رفضت تاجل ماتشات بيراميدز. طب رفضت ليه؟ بص الفيديو ده هتفهم ليه. من هو المسؤول عن هذه الاهانه التي وجهت للمنتخب المصري؟ لن اتحدث عن فنيات. المسؤول عن هذه الاهانه واحد فقط، والكل يعرفه والكل عارفه. واحد فقط هو اللي في ايده يوقف الدوري او ما يوقفش الدوري، وضحى بسمعه مصر، وضحى بسمعه منتخب مصر، وضحى بسمعه الكره المصريه. مين بقى الشخص ده يا مكتشف الغامض والمثير يا كابتن بهاء كونان؟ الشخص ده هو الشخص اللي حلمي طولان جاب سيرته هنا قبل كده. الاخوه رئيس الرابطه ده بيستقوى بمين؟ انا عايز اعرف يعني مستقوى بمين وهو اصلا لا رياضي ولا عمره مارس رياضه ولا ليه في الكوره ولا ليه في اي حاجه في الدنيا. يعني انا بستغرب بيستقوى بمين؟ مين اللي سنده؟ ليه بتنتقدوا انتقاد قوي قوي كده؟ لانه ده يستحق كده. ما عندوش فكره عن حاجه. الراجل يعني نائب في مجلس الشورى. هو اي نائب في يجي وعنده خلفيه سياسيه سياسيه. ايه اللي دخل السياسه؟ دخل السياسه في الكوره تمكنه بشكل او باخر من طريقه الاداره. ده القوانين الدوليه الاتحاد الدولي بيمنع تدخل السياسه في الكوره. الراجل يعني نائب في مجلس بالظبط. باشمهندس احمد دياب رفض انه ياجل ماتشات بيراميدز بسبب ان كابتن حلمي طولان انتقده في البرنامج، قال بيردها له يعني وكده. طب ومصلحه منتخب مصر؟ لا تولع. المهم نصفي حساباتنا. خد عكه اكبر وهو قصه احمد عاطف. كابتن حلمي اعلن عن القائمه اللي هتشارك في البطوله وكان موجود فيها احمد عاطف عادي. بعدين بيراميدز قال له طب بص هنديك مروان حمدي رغم اننا مش هنعرف نفرط في لعيبه. فبيحصل ايه؟ كابتن حلمي بيروح لاحمد عاطف ويقول له زق عجلك وهنقول للاعلام انك مصاب عشان مروان حمدي يجي مكانك. فاحمد عاطف والله يشكر طلع فضح المهزله دي وقال انا سليم ما فيهاش حاجه والمنتخب هو اللي مش عايزني. ترتب بقى على كل الحب والكنتالوب ده اننا خرجنا بالمنظر الزباله ده. وطالما اتكلمت عن الاختيارات والجهاز الفني فلازم نروح لاهم دورين معانا في فيلم النهارده وهو كابتن عصام الحضري والعميد الاصلي كابتن احمد حسن. 45 وكان بيجي معايا عميد العالم الاصلي ولقيته واحده مره واحده واقف. صاحبي يا صاحبي انت اللي لوحدك شبهي. مشكلتي مع الكره المحليه اني لما احب لعيبه معينه واتعلق بيهم كل ده بيتقلب لما بشوف اللي بيعملوه بعد الاعتزال، والحب اللي كنت بحبه ليهم بيتحول لكره. احمد حسن وعصام الحضري انا مش محتاج اقول لكم على انجازاتهم مع الجيل الذهبي، لكن هم ما احترموش التاريخ ده وكل شويه يلقحوا على حسام حسن ويعملوا فيديوهات تيك توك ويغزوه ولا اكنهم شويه عيال صغيره في حضانه. طب هم الاثنين هم مسكوا منتخب المحليين، النتيجه ايه؟ 0. والمشكله ان الصق دي مش اول سابقه فشل ليه، ده كان من اهم اعمده الجهاز شوقي غريب في 2015، يعني راجل مدقق في الشغلانه. وعندك عصام الحضري صاحب الموقف الشهير لما المنتخب الاولمبي صحي فجاه ما لقاش عصام، الله مدرب الحراس راح فين؟ الكل اتفاجئ بقى انه راح يدرب سوريا وما قالش وما عرفش حد، فكابتن جمال علام منعه من انه يدرب منتخبات تاني بعد المشكله دي. ومين رجعه بقى؟ الباشمهندس هنا بريده. المشكله مين الوحيد اللي في الاعلام اللي بيدافع عن حسام حسن من هجوم عصام الحضري والصقر؟ كابتن احمد شوبير. وهل ده عشان سواد عيون حسام حسن؟ بالعكس لا، عشان الكابتن حسام بيلاعب مصطفى شوبير في المنتخب، عشان كده ما تصدقش حد من الاعلام يقول لك اصل انا هاممني مصلحه المنتخب، ويا كابتن عصام انت والصقر ما حدش احسن من حد وكلكم محصلين بعض. وكابتن حسن شحاته ربنا يشفيه ويعافيه يا رب، والله عمل مجهود جبار انه عرف يسيطر على اوضه لبس في 2006 فيها الشله دي. تغيير اسلام محارب يا كابتن كان تغيير بدري شويه واسلام خرج من الملعب على غرفه الملابس على طول. ايه المشكله؟ امال عايزه يطلع يقعد في البرد هنا في الثلج يعني؟ ايه المشكله لما يدخل يغير؟ انتوا بتخلقوا مشكله من لا مشكله، بتعملوا للاسف ان انتوا بتعملوا مشكله من لا مشكله. مش شغل حضرتك، شغل حضرتك انك تكلمني لكن ما تسالنيش في تغييراتي راضي عن اداء كابتن خالد الشغل الى حد كبير جدا. مشكله الكوادر بتوع المنتخب انهم ما اشتركوش في اكاديميه الدخل المتكرر. تعرفوا ما اشتركوش ليه؟ لانهم عرفوا ان الاشتراك بالدولار، بس ما تتخضش ده كلهم $11 وبتاخد قصادهم اشتراك مدى الحياه، يعني وجبه فاست فود. طب وايه مميزات الاشتراك اللي مدى الحياه ده يا كابتن بهاء؟ دي اكاديميه بتوفر لك كورسات تعلمك ازاي تعمل مشروع رقمي من الصفر وتنجح في تسويقه، لانهم هيفضلوا يتابعوا معاك طول المشروع وبيكون في زي شات بيردوا عليك ويتابعوا معاك في اي وقت انت عايزه. كمان لو مكسل تعمل مشروع في مشاريع جاهزه ممكن تشتريها على طول وتبدا شغل فورا. هل كده خلصت؟ خد التقيل بقى، في ادوات AI المنصه بتوفرها بشكل مجاني. اداه مثلا بتعمل لك ويب سايت بسيط في دقائق من غير ما تدور على مطور مواقع ولا تتعب نفسك. اداه تانية كمان بتكتب لك محتوى، قول له انا عايز سكريبت مقال اعلان او غيره وهتستلم احلى محتوى في ثواني. المنصه دي عباره عن كوميونتي كامله زي الفيسبوك، مش مجرد موقع كورسات، خصوصا لو عايز تستغل الذكاء الاصطناعي. وانا سايب لك اللينك تحت في الديسكريبشن وليك حريه الاختيار طبعا. طب يا كابتن بهاء بيقول لك ان البطوله العربيه دي بطوله وديه،
ايه المشكله لما نخرج منها؟ طب ماشي، لو هي فعلا وديه كابتن حلمي راح ليه هو واتحاد الكوره؟ اقول لك انا راح ليه، لان البطوله العربيه دي فيها مكاسب ماديه رهيبه، لان انت بتاخد فلوس من مجرد المشاركه بس. يعني السعوديه والمغرب وتونس والجزائر ما هم راحوا، انت احسن منهم في ايه يا باشا؟ لو هي وديه وفيها الفلوس دي تبقى احلى وديه في التاريخ، لانك تخيل بقى لما بتاخد 7 مليون، والوصيف بياخد 4 مليون، والمركز الثاني بياخد 2 مليون و800 الف، والمركز الرابع بياخد 2 مليون و100 الف، وكل دي مبالغ بالدولار. ايه المشكله لما تكون منتخب محترم وتوصل على الاقل للمراكز دي اهو تنعش خزينتك؟ كروش لما كان مع منتخب مصر في 2022 في بطوله العرب ما قالكش دي بطوله وديه، والراجل خد مركز رابع. ما يعتبرش انجاز، بس خدنا 1.5 مليون دولار مقابل ده. ليه تضحي بالمبلغ بقى؟ ممكن تصرفه على مدرب اجنبي جديد لمنتخبات الشباب، او تطور قطاعات الناشئين اللي اترمت في الزباله. طب فكك من الفلوس خالص، بطوله زي دي بتكون فرصه تعرف لعيبه جديده وتجربهم قبل افريقيا من غير ضغط، زي ما اكتشفنا عبد المنعم مثلا وعمر كمال، وكمان تلتحم مع منتخبات عرب افريقيا زي الجزائر والمغرب. والماتشات دي هي اللي بتقيس مدى قوتك وازاي انت جاهز لبطوله افريقيا، وبرضه تتعرف على منتخبات عرب اسيا بالمره تشوف وصلوا لايه، زي ما اتعرفنا على الاردن ومشروع الاردن. يا كابتن بهاء، هو اي حد كسب ماتشين بقى عامل مشروع؟ هي شغلانه معاك. ثم انا بصراحه مش شايف ان مشروع بلجيكا ده ناجح ولا كان مستاهل حلقه اصلا. بص، انت لما تعمل مشروع النهارده هو مش هينجح تاني يوم الصبح. ده سابلون بتاع بلجيكا لما شاف وضع منتخب مصر قال لك مصر محتاجه 7 سنين على الاقل عشان تتطور. كمان عندك مشروع زي السيتي، شوف المشروع اتكون امتى وشوف قدروا ياخدوا الابطال امتى. هل قبل كده كان المشروع ده فاشل؟ مستحيل، دول كانوا محتلين انجلترا. نجاح المشروع يا جماعه انك بتقيس حالك انت كنت فين من 5 سنين وبقيت فين بعد 5 سنين. ممكن منتخب يبقى كله طموحه يوصل دور 8 في كاس العالم او نص نهائي زي بلجيكا وكده مشروعه نجح. ونفس الكلام حصل مع الاردن. تعداد سكان الاردن 12 مليون نسمه، والدوري الاردني 12 فرقه بس، وبالتالي لما الاردن توصل لنهائي كاس اسيا بعد اداء ممتع وحلو يبقى كده المشروع نجح، ولما توصل لكاس العالم لاول مره في تاريخها يبقى كده المشروع نجح. ولو ما تعرفش المواضيع دي ما بتجيش صدفه، في اكاديميه اسمها مركز الامير علي للواعدين، ده كان حجر اساس تطور الكره الاردنيه. تخيل ان اللي اسس الاكاديميه دي كابتن محمود الجوهري الله يرحمه. يعني مصر مليانه عقول وكوادر عادي، بس اللي يحط كل واحد في مكانه الصح، مش اعضاء اللجنه المسنه. كمان الاردن اعتمدت على مدربين مغاربه وهم جمال سلامي وحسين عموته، اللي حاصلين على اعلى الرخص التدريبيه وهي رخصه الويفا برو، وده انا وضحته في حلقه المغرب وازاي المغرب طورت مدربينها. المشروع هو معطيات قصاد المطلوب، وده اللي بيقيس نجاحك. انا عايز اوصل لايه ووصلت له ولا لا. وما ننساش حاجه مهمه، ان اللجنه الفنيه بعد فشل حلمي طولان سلموه تسليم اهالي وقالوا احنا ولا عيناه ولا نعرفه، ولو عايزيننا نستقيل مفيش مشكله. وده يوري لكم كم المشاهد العبثيه اللي بتحصل. بعتني بكام يا صاحبي؟ للاسف باعوا كابتن حلمي بسندوتشين فول من قهوه فايق. تعال احكي لك قصه جانبيه كده واقول لك كابتن حلمي طولان راح ليه البطوله من غير محلل اداء. محلل الاداء كان يتعب ويجيب بيانات لكابتن حلمي طولان عن الفرق اللي هنلعبها، وكابتن حلمي ياخد جزء بس من شغل الراجل يعرضه على اللعيبه وما يعرضش الباقي، وده كلام ضايق الراجل جدا. يعني انا اشتغل واهلك نفسي وانت مش بتاخد بكلامي؟ فمحلل الاداء مشكورا هيروح للاعيبه المنتخب ويديهم باقي الداتا اللي كابتن حلمي طولان مش عايز يقولها. فكابتن حلمي يقول له انت بتشتغل من ورايا ولا ايه؟ بقول لك ايه، مش هتيجي معانا قطر عشان تبقى تشوف شغلك كويس وتراعي ضميرك. وحاول يتدخل السولية والحضري عشان يحلوا الامر، لكن برضه كابتن حلمي صمم على وجهة نظره. وهسيب لكم لينك المقالة تحت عشان الناس بتاعه المصادر. بص بقى اللقطة دي هتنقط، اقسم بالله انا ماسك نفسي هتنقط. اللي بيجهز فريق تاني، اللي بيستعد لكاس العالم، اللي داخل ياخد البطولة، المعطيات بتدخلها هي قالوا البطولة ودية، ما تودوناش، منظرنا وحش قدام الناس. في anything؟ ليه بعد كل خساره الناس بتفضل تزعق وعروقها تتنطر كده من كتر الشخط، خصوصا كابتن ابراهيم؟ مع كامل احترامي الشديد ليه، بس انت يا كابتن ابراهيم جوه المطبخ وبيقعد معاك كابتن حسام وكابتن حلمي وغيره في القهوه. ايه لازمه انك تزعق بالطريقه اللي كلها تمثيل دي؟ هل عايزها تتبروز وتتعمل ميمز زي كل فيديو؟ احنا ما عندناش لعيبه كوره، ماتش صلاح على جنب، ما عندناش بقى، ما هنقعد بقى نقعد نطبطب ونقول ونزيد ونعيد. يا راجل ما عندناش يا راجل بقى، يا راجل عيب. ثم ليه بتزعق اصلا لمنتخب مصر الثاني؟ ليه بتزعق لمنتخب مصر اصلا؟ انت بقالك كذا سنه بتعمل نفس الزعيق بنفس الكلام، لدرجه ان شيكابالا جنبك كتم الضحكه بالعافيه. احنا كلنا بقينا في حاله من اللامبالاه وتعودنا خلاص وعارفين اللي فيها. ده اللي متابع بشكل سطحي بس قاطع على كل حاجه. سبحان الله، انت الوحيد اللي متفاجئ يعني. عشان كده انا هنا مش بلوم كابتن محمود فايز، بالعكس خالص، لان الراجل ده بيمثل الحقيقه. احنا فعلا وقت الخساره بنكون محمود فايز مش ابراهيم فايق. ولا هو اول ما الكاميرا تدور واللايف يشتغل نبدا نمثل بقى اننا زعلانين ونفضل نزعق وكل واحد يعمل فيها قلبه على منتخب مصر زي ما كابتن مهيب عمال يزعق برضه قاعد في البيت؟ فوالله ملهاش لازمه عشان اخرتها معروفه. هتعمل اضاءه سودا كمان يومين وتستضيف حلمي طولان عندك ويحط لي موسيقى غامضه واهلا بكم يا ساده مشاهدين في حلقه جديده من حلبة فايق، ويقول لك انا ما فشلتش، انا بس غير موفق. بعدين تجيب ممثل وتتريقوا عليه، بعدين القعده الحلوه ترجع ونرجع لحلقات المناظرات التافهه اللي الصفحات بتقعد تتكلم عنها ولا كأن حصل حاجه، ويلبس حلمي طولان الفاتوره. قال يعني المشكله في حلمي طولان، وهو زي ما طلعت اسامه نبيه مسرح قبله
هتطلع كمان حلمي طولان. هو اسامه نبيه يستاهل بسبب تصريحاته، بس كان الاولى بالشو ده اللي جاب حد بعقليه كابتن اسامه يا كابتن ابراهيم. فمن الاخر بلاش زعيق عشان بنصدع، عشان والله في ناس بتقعد تقلدك على الفيسبوك وتفضل تزعق هي كمان. ايه ده ده يا جماعه، ده شكل ده تسيول سبعة الكره المصريه. ايه ده؟ والنهارده ان شاء الله لما تروح تكسر بطوله افريقيا. ايه ده؟ ان شاء الله. خلاص يا جدعان، هنقعد نزعق في 2015 و2017 و2019 و2022؟ كفايه كليشيه. اعملوا زي محمود فايز هنصدق، او اعمل زي بركات مثلا قاعد في المجلس بتاع قناه الكاس كل يوم بيحكي لهم مواقفه مع اللعيبه واخد كل الامور بهزار. فين الجل بتاعي يا نجم؟ كام يوم لقيت الحضري قام جاي لي قال لي الجل بتاعي خلص يا نجم. يومين ثلاثه لقيت عصام الحضري قال لي الجل بتاعي خلص يا نجم. اوف. طيب كابتن حسام حسن بنسبه كبيره هيفشل في افريقيا زي اللي قبله، وده كلام انا قلته من شهر 9 في فيديو رحله فشل منتخب مصر. فما حدش وقتها يطلب مني حلقه، لاني وقتها هعمل حلقه ايجابيه عن خطه وروشته لاصلاح الكره المصريه زي ما باجي وسابلون عملوا، وهم مش احسن مني في حاجه، عشان الواحد بس ما يبقاش مبتذل ويبقى بيستنى وقعات المنتخب عشان يعمل حلقات. ولو حسام حسن ربنا كرمه في افريقيا والله يا ريت، وحشتنا الفرحه. ونقطه مهمه جدا، انا النهارده خبطت جامد وحاسس بنسبه كبيره الحلقه هتتمسح، لكن هعملها واجري على الله. بس بقى لو الحلقه اتمسحت انا هفكني من محتوى الكوره خالص وهعمل محتوى رياكت. ايوه زي ما سمعت، انا هعمل محتوى رياكت. بعد اذنك يا كاتو. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ كله قلصه. النهارده انا جاي اتكلم عن بيس كيك. ايه ده؟ ولا بلاش، دول تبع الماسونيه. طب هطلع مع الدكتور ممدوح نصر الله وامسك الكره الاوروبيه ونتريق على فرق الدوري الانجليزي. احنا منتخب مصر ده عارف يعني يقول لك ايه، لا مش عارف ايه ولا بيخلى من النجاسه. حرفيا منتخب مصر الثاني ده. ايه ده؟ انت دخلت في المحل انت كمان؟ طب بلاش دكتور ممدوح، هقعد مكان احمد فهمي. ايوه خش على السينما، انا عيل سينمائي كده من زمان، واجيب اخويا انا كمان بعد اذنكم يلا، واشرح لكم ايه اسباب وجود هنا الزاهد في جميع الافلام والمسلسلات هي واحمد مالك ومين وصيتهم. بس بلاش السكه دي برضو لبش، هروح لمحتوى الطبخ. حلو ده، وهطلع مع استاذه ناديه السيد. ازيكم؟ النهارده جايبه لكم وصفه كيكه الباندا البارده، دي بناكلها تحليه بعد ما نتعشى بالصعود لكاس العالم. ولا بلاش اقول لكم على حاجه، انا هروح للراب وهطلع مع الراجل ده حبيبي، واهلا بيكم في الشيكو شيكو. وبس ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، والانستجرام ثم الانستجرام. خش عندي على فيسبوك كمان، ما تنساش جروب البهايون بنعمل ميمز غير مضحكه على حسام حسن. وشكرا لحسن استماعكم، كان معكم الكابتن بهاء والسلام عليكم. ما تنساش بقى السبسكرايب، خليك جدع. شيكو شيكو.